طب انت متخيل يعني ان انا ممكن اروح اشتريه بالسعر ده؟ هي ايه اللي ابل بتعمله ده؟ حبايب قلبي اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا النهارده نشوف مع بعض نلخص المؤتمر بتاع ابل. هو مش مؤتمر، هو فيديو 12 دقيقه بالظبط. ابل طلعت رمت لنا فيه الايفون الجديد وقالت لك يلا جهز لي فلوسك عشان تيجي تشتري. وهو ده ايه ارخص ايفون ممكن تشتريه دلوقتي. هو مش رخيص قوي، التسعير اللي احنا شفناه اتصدمنا كلنا. بس ده ارخص ايفون ممكن تشتريه دلوقتي من ابل، بحيث باعلى البروسيسورز اللي فيه والحاجات التقنيات اللي فيه. بس هو شكله قديم شويه، وحرفيا نفس الايفون 13 بالظبط نفس الشكل بالظبط. بس مزودين فيه كام كده، كام يعني عاملين فيه حبشتكنات كده اللي هو بحيث ان هو 2025 يا جماعه. هو ده 2025 الايفون بتاع 2025 ويلا كله يشتري. خلينا نبدا اول حاجه بالتصميم بتاعه. موبايل ما عملوش فيه اي حاجه غير زودوا فيه التايب سي، واضافوا فيه الاكشن بوتون اللي هو بتاع سلسله الايفون 15 برو. من اول 15 برو اضافوا فيه الاكشن بوتون هنا. بس موبايل بكاميرا واحده، شكله قديم قوي يعني قريب من شكل الاكس ار. بس الفلاش والمايك بقى حط بدل الاكس ار كانت تحت بعض بقى خلوه جنب بعض، ونفس الكاميرا هي كاميرا واحده بس. وقال لك يلا ده 2 ان 1. ده شكل التصميم اللي اختلف. هو ايفون 13 بالظبط نفس الحجم، حتى 6.1 في الشاشه بتاعته ونفس الحجم نفسه. وقال لك المره دي ما فيش يا عم الوان، عندنا هم لونين بس، ابيض مطفي واسود مطفي بس. مع انهم اغبياء كان ممكن يضيفوا الوان تانية كتير بحيث ان هم يجذبوا فئه اكتر من الشباب. عشان في ناس كتير زي البنات بتحب الالوان اللي هي البناتي. الشباب بتختار مثلا لون زي السيرتين ده شكله حلو قوي. انما تعمل لي ابيض مطفي بس واسود مطفي بس، هو شيك وكل حاجه، بس انت كنت المفروض تبقى ناصح شويه وتعمل كذا لون. دي كده خلصنا من اول حاجه الديزاين. نيجي تاني حاجه لتصميم الشاشه بتاعته. كل حاجه هي في الايفون 13 وال14 وال15 العادي من غير اي دايناميك ايلاند او اي حاجه. النوتش القديمه العاديه بتاعت ال13 اللي هي الكبيره شويه. ونفس الحجم بتاع الشاشه هو بس على لك حجم الشاشه شويه، والكواليتي بتاعتها بقت 1200 في الاتش دي ار، بقت 1200 نتس. والوانها بصراحه تحفه، يعني الوان الشاشات بتاعت ابل ما فيش مقارنه بين اي شاشات تانية يعني غير سامسونج، ممكن نقارنها بسامسونج. بس عامة الشاشة بتاعت الايفون 13 تحفة. والايفون 16 ايه الجديد اللي هو لسه نازل ده لسه ما مسكناهوش، بس هو اكيد الشاشة بتاعته هتبقى تحفة برضو زي بقية الايفونات يعني. ده شكل التصميم بتاعه. ولو جينا نتكلم بقى عن الموبايل من جوه، الموبايل نفسه من جوه ايه اللي حصل فيه، ايه التغيرات اللي حصلت فيه. ابل حطت في الموبايل ده يا جماعه اعلى بروسيسور عندها اللي هو الابل 18 بايونيك، المعالج بتاع ابل الجبار. مفيش اي حاجه في الفئه دي حرفيا تنافسه. معالج قوي بغباء، قوي قوي يعني. غير كده كمان ان هو بقى اضافوا فيه الابل انتليجنس، بقت ده ارخص ايفون ممكن تدخل بيه عالم الابل انتليجنس لو انت مهتم. هو كده كده بصراحه الابل انتليجنس مش قوي قوي لحد دلوقتي، هو لسه لحد دلوقتي مش بالكفاءه العاليه زي بتاعه سامسونج. بس ابل لسه اصلا بتوعدنا اللي هي لسه في الابديتس اللي جايه هينزل الاي اي الكامل، وادينا مستنيين. فده ارخص ايفون ممكن تدخل بيه عالم الاي اي بتاع ابل. وابل كان بتقول في المؤتمر بتاع الايفون 16 وال16 برو وال16 برو ماكس ان انت عشان تخش عالم الاي اي اصلا بتاع ابل لازم يكون عندك رامات 8 جيجا. هي في الفيديو ده ما قالتش بالظبط الكام رامات، بس طالما بيدعم الابل انتليجنس يبقى كده الموبايل ده مينيمم 8 جيجا رام. يعني في حاجه تانية ابل اول مره تقدمها في الموبايل ده، ان هم ضافوا لاول مره من تصنيعهم هم تشيبايه جديده اسمها سي 1. ايه هي التشيبايه السي 1 دي التشيبايه دي بتاعت المودم بتاع ال 5 جي. في الايفونات اللي فاتت كانت ابل معتمده كليا على الكوالكوم، بتستخدم المودم بتاعهم بتاع ال 5 جي. بس ده اول ايفون ينزل من ابل بحيث ان كل المكونات الداخليه بتاعته تبقى كلها من ابل، بحيث المعالج والرامات والبروسيسور والمعالج الجديد اللي هو السي 1 ده. قالوا ان هو ده اكتر ايفون متكامل من جوه، بحيث كمان البطاريه بتاعته تبقى عاليه جدا. البطاريه بتاعته بيقولوا اقوى بكتير من الايفون 16 العادي، عشان المودم الجديد بتاعت ال 5 جي بيقولوا موفره جدا في الطاقه وسريعه جدا في ال 5 جي. هم قالوا كمان ان هي اعلى مودم لل 5 جي في العالم حاليا. احنا لسه ما جبناش الموبايل، لسه ما نعرفش هو بجد نفس الكفاءه دي ولا لا. بس بصراحه يعني بالاكسبيرينس والخبره بتاعت ابل في التشيبمنتس بتاعتها اللي بتعملها، بحيث ان المعالجات بتاعتهم الشباب بتاعتهم اصلا قويه قوي قوي قوي. السيليكون بتاعتهم في سواء في الماك بوك سواء في الايفونات، انا مصدقهم بصراحه ان ممكن تبقى ديت يعني من اعلى المعالجات في المودمز بتاعت ال 5 جي. مش مكدبهم في الحوار ده. بس الموبايل شكله قديم قوي. الموبايل شكله مش الطف حاجه في 2025. الناس كلها اصلا بتقلل البيزلز وبتقلل الحواف. الموبايلات الاوبو دلوقتي اللي هي الميد رينج اصلا بقت يعتبر ما فيهاش حواف. وانت جاي تعمل لي النوتش القديمه وجاي تجيب لي تصميم 6.1 وجايب تصميم الايفون 13 اللي هو نازل اصلا من حوالي
3 سنين ولا 4 سنين، فالموبايل شكله مش عصري قوي. غير كده كمان في حركه انا مش فاهم ازاي ابل ممكن، يعني ازاي ابل عملتها اصلا، يعني في حركه ازاي ابل عملتها، ان هم شالوا الماكسيف من الموبايل ده. الماكسيف ديت لو الناس مش عارفه، الماكسيف ده عباره عن ان انت ممكن تجيب اكسسوارز بتركبها في ظهر الموبايل. لو بتشحن شحن لاسلكي بيلزق على طول في ظهر الموبايل، يعني مثلا الموبايل هنا اهوت تحط على طول الشحن فيه يلزق على طول في الظهر بحيث انه يشحن اسرع. هو الموبايل ده فيه شحن لاسلكي عادي، بس الفكره ان هو ما فيهوش ماكسيف. انت اصلا يا ابل انت اللي اخترعت الماكسيف، ازاي تشيلي موبايل زي ده؟ موبايل سعره مش رخيص، هنقول سعره في الاخر. فدي حاجه غريبه قوي يعني. نيجي نتكلم لاهم حاجه في الموبايل ده، الكاميرا. كاميرا ابل بتقول ان هي بقت 2 in 1. انا مش بصراحه، انا اي كاميرا واحده مش بقتنع بيها ايا كانت هي كفاءتها ايه. بس ال 2 in 1 دي جابوا الكاميرا بتاعت ال 16 برو ماكس، اللي هو الكاميرا الاساسيه ال 48 ميجا بكسل، خدوها لوحدها وحطها في الموبايل ده، وبحيث ان البروسيسور بتاع الكاميرا عالي كبير، فبقى فيها 1 اكس و 2 اكس بيكروب نفسه من السنسور نفسه بتاع الكاميرا. فبقى عندك 1 اكس و 2 اكس. بس خليك فاهم ان انت ما عندكش الترا وايد. لو انت مهتم بالتصوير، الالترا وايد بتنفع جدا في ظروف معينه. لو انت بتتصور مثلا في حاجه فاشن، في حاجه معينه، بتبقى حلوه قوي. وكمان في الفيديو لو انت قريب من حاجه وبتعمل الالترا وايد بتنفع قوي. ده الموبايل ده ما فيهوش الترا وايد، هو فيه 1 اكس و2 اكس بس. بالنسبه لسعره موبايل غالي، بس يعني ازاي ما تحطش حاجه زي كده؟ بس في الفئه دي انا قد اجزم ان ده ممكن يبقى احسن موبايل بيطلع فيديو في الفئه السعريه بتاعته دي. عشان كده احنا عارفين الفيديو بتاع ابل عامل ازاي اصلا. يعني الناس كلها الكونتنت كريتورز كلهم بيشتروا موبايلات ايفون عشان الكواليتي بتاعت الفيديو بتاعه. والسوشيال ميديا كلها اصلا بتسبورت موبايلات ابل. فلو انت عايز تدخل عالم ابل وعالم الكونتنت كريتورز وانت تبقى ممكن صانع محتوى، ممكن الموبايل ده تبدا بيه. هيساعدك قوي 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 في التصوير. كمان زي ما احنا قلنا البطاريه بتاعته عاليه والبطاريه بتاعته كبيره وبتوفر معاك في الطاقه بسبب المعالج الجديد وبسبب الاي 18 بايونيك الجديد اللي هو اصلا موفر للطاقه. وعندك الشباك دي بتاعت المودم بتاع ال 5 جي اللي هي السي 1. فانت عندك كومبو كده لذيذ، بس كاميرا واحده ناقصك شويه مميزات. وخليك عارف ان انت في الفئه دي ده اقوى معالج ممكن تلعب عليه لو انت بتحب الجيمز. بس هو الموبايل صغير قوي، يعني انت بتلعب مش هتبقى مستمتع قوي وانت بتلعب على الموبايل ده. الموبايل ده صغير 6.1، فصغير بالنسبه لحجمه. الموبايل صغير يعني هو قد ال 16 بالظبط. موبايل صغير قوي يعني هو بالظبط قد حجم ايدك كده، صغير مش هينفع تلعب عليه. لو انت بتحب تلعب عليه هتلعب عليه، بس مش هتبقى مستمتع بنفس الكفاءه، فاهم؟ بس ده اقوى معالج ممكن تلعب عليه. مفيش تنسى ان انت حاجه اسمها تهنج الموبايل طلقه معاك في كل حاجه. الموبايل ده ابل بتقول ان هو اسرع من ايفون 11 ب 80%. انت متخيل؟ اسرع من ايفون 11 ب 80%. وجع القلب على اللي معاه اكس اس ماكس واقل. ارمي يا باشا، ارمي ارمي ارمي، اجري على ال 16 اي على طول. بس هو ده اللي كانت شويه التعديلات. لو نلخص كده بسرعه، الديزاين ده في كاميرا واحده بقى، في تايب سي بدل اللايتنينج، وفي الاكشن بوتن الجديد بتاع ال 15 برو. والمعالج اللي جوه بقى خدوا المعالج بتاع ال 16 برو ماكس حطوه فيه، وحطوا الشباك الجديده بتاعت السي 1 بتاع المودم ال 5 جي. بقى كده كل حاجه متكامله من ابل من جوه، بحيث ان الموبايل بيبقى سريع معاك اكتر. وكل ما الحاجات بتبقى من نفس الشركه بيبقى الموبايل من جوه اسرع مع بعض. والبطاريه بقت اقوى شويه. بس الكاميرا كاميرا واحده ما فيهاش الترا وايد، هي فيها 1 اكس و2 اكس. والموبايل صغير وما فيهوش ماك سيف. وبيقولوا ان المايك بتاعه بقى احسن شويه في التسجيل، فلسه هنحكم عليه لما نجرب. والسماعات بتاعته انا كده السماعات بتاعت ابل بتبقى كويسه، بس الموبايل صغير فالسماعات بتاعته مش هتبقى عاليه قوي. ده من توقعاتي يعني، لسه برضو بنجرب نشوف الموبايل. دي انطباعات اوليه كده من الفيديو اللي احنا شفناه ال 12 دقيقه بتاع ابل، اللي هو تيم كوك اصلا طلع رمى لك الموبايل كده على طول في 12 دقيقه. انجز حالك وايه وجهز فلوسك وتعالى يعني. بس ده كان فيديو بتاع النهارده. نسيت اقول سعر الموبايل. سعر الموبايل $600. الاس اي اللي نزل السنين اللي فاتت كان اخر اس اي نزل كان ب $430. فانت متخيل الفرق؟ $430 دي يعني سعره مناسب، بس كان شكله قديم شويه فما كانش بيبيع اكتر يعني. فانت جايب مثلا موبايل ممكن يبيع شويه، فانت رفعته ل $600. وال16 العادي اغلى منه ب $200. بس ال 16 العادي كاميرتين الترا وايد وبورتريت وفي كل حاجه، وعندك الاكشن بوتون الجديد، وعندك في الكاميرا كنترول الجديد، وعندك في كل حاجه. الالوان بتاعته تحفه بصراحه ال 16 العادي. فانت $200 فرق تاخد الكومبو ده كله. فانا شايف ان هي يعني انت قربت المسافات قوي يا ابل. ف فانا شايف ان انت مش عارف ازاي التسعير ده بصراحه. ان التسعير ده صدمني يعني. انت كنت متوقع $500 $550، انما $600 كتير قوي بصراحه يعني. بس ده كان فيديو بتاع النهارده. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبك، وتابعني الانستجرام لو انت حابب تسال عن اي حاجه. برضه على كل الناس هناك، الناس عارفه اللي متابعاني من زمان. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي يعني.
بيس يا رجاله.